الاستهلاكي. إذا الجامعة الوطنية لجمعية المستهلك أنجزت دراسة حول القروض الاستهلاكية بالمغرب، حيث لوحظ أن الأسباب التي تدفع المغاربة للحصول على قروض الاستهلاك هي الرغبة في شراء السيارة وتجهيز المنزل وتأمين مصاريف تعليم الأبناء وضمان إيرادات للإنفاق على مستلزمات الأعياد والحفلات ومواجهة مصاريف مرتبطة بالعلاج. الدراسة أفضت كذلك للمعطيات التالية: 22% من المغاربة يقترضون لشراء شراء سيارات، كذلك 18% للتجهيزات المنزلية، 12% من أجل تمدرس الأطفال، هناك كذلك 16% من أجل تدبير الأعياد والمناسبات. والرقم المقلق سناء هو أنه 32% من المقترضين يقترضون من أجل أداء دين سابق. إذا المعطى الأخير يبرز إلى أي حد أصبح القرض الاستهلاكي جزء من ليس فقط جزء لتدبير الأزمة، بل يدخل في إطار المصاريف. ثلث الأسر المغربية التي تلتجئ لهذا القروض من أجل الاستهلاك اليومي للرفع من مداخله، وهذا يسمى سناء بالقرض المتجدد. هناك مفهوم جديد للقرض المتجدد، يعني أنه تتسلف مثلا 10 المليون، ولكن السنه اللي موراها تسلف نفس 10 المليون، وهكذا دوالك. يعني هناك من مؤسسات القروض الاستهلاكيه، وهناك من يتكلم على الدخل الافتراضي، بمعنى انه هذه القروض المتجدده هي كدخل افتراضي، هو ماشي واقعي، ولكن انت عايش بواحد النيفو اكثر من المستوى ديالك. كذلك هذا ما يدخل سنة أو يدخلنا سنة في الاستدانة المفرطة، حيث أكدت الدراسة أن 80% سنة مما يتوفرون على 3 قروض. بنك المغرب باعتبار أنه هذه الأرقام التي تكلمنا عليها حاول من جهته أن يعني حصر بعض يعني المقبلين على هذا النوع، وأكد على أنه لا يمكن تجاوز 40% من مداخلك الشهرية، ولكن هناك تجاوزات في هذا المجال. من أجل الوفاء بأداء الأقساط القروض بشكل دوري وبدون صعوبات، البنك المركزي أي بنك المغرب ألزم البنوك بعدم منح قروض تتجاوز في مجموعها 40% من مداخل الزبون و50% في الحالات الاستثنائية. لكن الزبون يلجأ في بعض الأحيان إلى البحث عن سبل التأكيد للبنك أو شركات القروض أنه يملك دخل آخر إلى جانب الأجر الشهري، قد يصرح مثلا أنه يملك دخلا لإيجار منزل أو أنه يقوم بعمل موازي بشكل غير مهيكل ولا يمكن تأكيده بالوثائق. بعض المؤسسات التمويلية للأسف سنة هي الأخرى تسمح للزبون بالقرض رغم تجاوزه النسبة المسموح بها، وهي 40% فقط. جمعية أو قانون حماية المستهلك فطن لهذا الأمر وخصص ما يعرف بالإمهال القضائي ومنح مهلة عند عدم القدرة على الأداء. إذا هنا عندما يواجه مشاكل في الأداء قد تصل أحيانا إلى العجز التام عن الأداء. تنص المادة 149 من قانون حماية المستهلك أن المعسر الذي لم يستطع الوفاء بأداء ديونه في وقتها لشركة القروض، إما لفقدانه مصدر دخلي أو صعوبات مالية طارئة، يمكن التقدم إلى رئيس المحكمة الابتدائية يشرح فيها الصعوبات التي تواجهه للوفاء بالتزاماته المالية تجاه الشركة المقترضة، ويمكن تعزيز طلبه بالوثائق المطلوبة لتأكيد أحقية التأجيل الذي يطالب به. المحكمة إذا تأكدت أن ما تقدم به من معطيات صحيح ستحكم بتوقيف التسديد ومنحه مهلة سنة قد تصل لسنتين، وهو ما يسمى بالإمهال القضائي حتى تتحسن ظروفه المادية. والمهم أن هذا التأجيل لا تترتب عنه سنة أي زيادات أو غرامات في قيمة القرض الأصلية.